أرجو تفعيل لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، مرحبا بكم في حل فيديو جديد، حل كتاب الأضواء 2025 تاني إعدادي. يلا نبدأ. اللهم يسر لي أمري واقضي لي حاجتي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الأولين والآخرين، أما بعد. معكم أستاذ أحمد جمال. يلا نبدأ. بسم الله. س أس 2 ناقص 9 س زائد 8 يساوي س ناقص نقط قوس مجموعة س ناقص 1. تمام. هو عايز العدد التاني، انت حلله. لما تيجي تحلله س عددين تضربهم في بعض يساوي 8. 8 في 1 أهو 2 في 4، يعني 8 في 1 ماشي 2 في 4 8 في 1 هتساوي. عايز ايه؟ عايز ان انت لما تجمعهم يساوي 9، تبقى 8 في 1 عشان جمعهم بيساوي 9. تمام. نشرح بقى. هنا موجب، يعني 2 يتحدوا في السالب، يتحدوا في الأوسط. سالب 8 دي. واضحك عليكم يقولك دي؟ لا، دي غلط عشان في هنا سالب. تمام. لما ده س تربيع زائد كاف س زائد 2 قابلا للتحليل، فإن كاف تساوي س تربيع زائد كاف س زائد 2 قابل للتحليل. تمام. احنا هنا كاف لو بتساوي 1 س تربيع زائد كاف س زائد 2. الاتنين دي معناها تحليل واحد بس، اللي هو 2 في 1. عددين ضربهم يساوي 2 وجمعهم 1 وجمعهم 3. لما تجمع 3 هي دي 2 في 1 2 في 1، وهنا جمع. أما لو ناقص هتبقى 1. هنا 3. إذا كان مقدار س تربيع زائد 7 س زائد ألف قبل التحليل، فإن ألف يمكن أن تساوي. شوف 15 دي كام؟ 3 في 5 و15 في 1. ماشي 3 في 5 جمعهم يساوي 8. 15 في 1 16، يبقى غلط. 12 في 1 13، يبقى غلط. لا هنا 6 في 2 8. لا غلط. لا ده يا ابني 3 في 4 ب12 وجمعهم يساوي 7. كان مقدار س تربيع زائد كاف س ناقص 12 قبل التحليل، فإن كاف تساوي 12 دي تحليلها بيساوي. لحظة بس. 12 دي تحليلها بيساوي 2 في 6 أو 3 في 4 زي ما قلنا، أو 12 في 1. تمام. يا طيب انت هتشوف دي بيساوي 4. 6 ناقص 2 4 ناقص 3 ب1. 12 ناقص 1 11. لو في 4 1 أو 11، 4 1 11 في 4 صح كده. كأن كيف ناقص س ناقص 1 أحد عملية موضوع س تربيع ناقص س، فإن العمل الأول هنحل س تربيع ناقص س. ناخد س عامل مشترك، س ناقص 1 ومدينا دي وعايز السين. كان أحد عملية الموضوع س تربيع ناقص 4 س زائد 3 هو تحلل عادي. آسف خالص. س تربيع ناقص 4 س زائد 3 س كان في كام لما هو عدد واحد اللي هو 3 في 1 بس مش هقعد بقى هنا موجب، يبقى هما الاتنين زي بعض عشان نفس الشرط الأوسط سالب س ناقص 3 عشان هو مديني س ناقص 1. هذا الذي يمكن إضافته للموضوع الثلاثي س تربيع ناقص 8 س زائد 5 حتى يكون كل التحليل. تمام. نضيفه 5. ضفنا 1 أكبر عدد ممكن نحصله منه 7 اللي هو 6 في 1 غلط. ضفنا 2 بعد ممكن نحصل منه 8. 7 في 7 في 1 ب7 وجمعهم يساوي 8. أكمل. بسم الله. س في صاد زائد 3 قوس مجموعة زائد صاد في صاد زائد 3 قوس مجموعة يساوي صاد زائد 3 قوس مجموعة نقط. ماشي حلو السؤال ده. تمام. احنا ممكن ناخد لنا صاد زائد 3 عامل مشترك. تمام. تفضلنا س زائد صاد لما ناخدها عامل مشترك نص تاني كام
س صاد زائد 3 زائد صاد زائد 3. تاخد الصاد زائد 3 وتبقالك س زائد صاد. انت دول كلهم فتاخد ده عامل مشترك، تبقالك س زائد صاد. إذا كان س تربيع زائد لام زائد 15 يساوي س زائد 3 زائد 5. لام 15 هنضربهم 115 وجمعهم يساوي 8. س تربيع زائد 15 س زائد 50 يساوي نقطة س وس. تمام. والعدد اللي تضربه العددان اللي تضربهم يديلك 50 وجمعهم يساوي 15. 5 في 10. تمام. مسألة سهلة. س تربيع زائد 7 س زائد 12 نكتب أول حاجة بس هنا س وس نص هنا سينات كله س وس. الخطوة دي أنا مرشحش بيها بس عشان ممكن تتلخبط في الامتحان، بس هي ولا سينات ومفصلات. تمام. يبقى زائد 7 س زائد 7 س زائد 12 كام في كام؟ 6 في 4. س ناقص نقط س ناقص كام في كام؟ يساوي 16 نجمعهم يساوي 10. نجمع عشان الموجب دي 2 في 8 س تربيع زائد نقط زائد 45 يساوي نقط. تمام. احنا نكتب هنا س زي ما متعودين. تمام. زائد 9 45 9 فيها الكام؟ فيها 5. ليه قسمنا يا أستاذ؟ قسمنا ليه؟ عشان عددين اللي هما دول نضربهم في بعض يساوي 45 اللي هو 5 وجمعهم يساوي 14 س. س تربيع ناقص 8 س ناقص 9 س نضربهم 9 وواحد. تمام. 9 هنا وواحد هنا، لا غلط، لازم كل حاجة تحط في مكانها عشان هنا الشرط تختلف. الكبير ياخد الشرط الأوسط، 9 هي الأكبر من الواحد أكيد يعني، ياخد الشرط الأوسط. س ناقص 8 س زائد نقط يساوي س تربيع ناقص 3 س. 8 ناقص كام؟ يساوي 3 ناقص 5. تمام. سالب 8 في 5 بسالب باقي. إذا كان س زائد 3 بص عشان تفهم سالب 40 عشان في هنا سالب. ماشي. أنا س زائد 3 هنعمل الموضوع س تربيع زائد 9 س زائد 18 فنلعب حلل دي ما تحللها س زائد س زائد كله موجب بقى كله زائد. دي نضربهم يساوي 18 وجابهم يساوي 9 3 في 6. تمام. فنعمل آخر س زائد 6. إذا كان ألف هنعمل ألف ناقص 8 ناقص 2 فنلعب آخر حلل زي انت فوق. أول حاجة قالك ألف ناقص 8 آسف ناقص اللي قبل وألف ناقص 3 زائد 5. الأول صنوع الألف في دي وفي دي 8 في دي وفي دي. تمام. ألف في ألف وألف تربيع 8 في سالب 13 موجب 24 و5 27 موجب 27 اللي هي بقى قسمنا مسافة عشان ايه في النص دول مضروب ألف في سالب 3 وسالب 8 في ألف. تمام. متأكدين ان سالب 3 سالب 2. أنا آسف خالص. ألف ناقص 8 ألف ناقص 2 زائد 5 نضرب الألف في الألف والألف في الاتنين سالب 8 في الألف في 6 ألف تربيع ألف سالب 8 في سالب 2 بسالب موجب 16 و5 موجب 21. سيبنا مسافة بس عشان نضرب الوسطين في الطرفين. ألف في سالب 2 بسالب 2 ألف سالب 8 في سالب ألف بسالب 8 ألف يعني يساوي سالب 10 ألف. حلل كده ألف وألف
نضربهم في بعض وجمعهم يساوي 8 3 7. هنا موجب وشرطين داخله سالب مدين ألف زائد 7 ألف ناقص 7 ألف ناقص 3 س زائد 2 صاد يساوي 4 وس زائد 3 صاد يساوي 5 فإن س تربيع زائد 5 صاد زائد 6 س تربيع زائد 5 س صاد زائد 6 صاد تربيع. حلل س صاد س صاد نضربهم في بعض يساوي 6 في 1 2 في 3 أو يساوي 5 2 في 3. كل موجب يبقى موجب. تمام. وعايز بقى س زائد 2 صاد صح س زائد 2 صاد وس زائد 3 صاد يساوي 5 5 5 في 4 يساوي 20. س تربيع زائد 9 س صاد زائد 20 صاد يساوي 24. س تربيع زائد 9 س صاد زائد 20 صاد تربيع صح يساوي 24. حلل س صاد س صاد نضربهم في بعض يساوي 20 4 5 20 في 1 هنا آسف نختار 4 5 4 5 ونضرب وهنا صاد في 8 هنا بيساوي 8 24 بدأ بيساوي 24 على 8 على 3 5 صاد ب3 صاد في س زائد 3 ناقص 1 يساوي 8 س ناقص 3 يساوي 60. احنا بنحلل دي اللي هي تربيع زائد 2 س ناقص 3 يساوي 60. س 3 في 1 سالب من بالكم 6 نص والتاني يخالف يساوي 60. تمام. حتى تلاحظ ان دول هما دول غيروا 60 صاد في 60 يساوي 80 النصاب بالتالي حتى س بيساوي صاد س بيساوي صاد يعني مثلا نضرب 1 ضرب 1 ضرب 2 مثلا يعني القانون بتاعه س ناقص صاد بيساوي 0 أكيد أي عدد ناقص نفسه يساوي 0 س في 0 بصفر صاد زائد 0 يعني بصفر. سألت مستطيل س تربيع ناقص س واحد اختلفوا شلت النص والتاني خالف فنعرض سنة وسيلة ده العرض بتاعه اللي بتساوي طول هذا الطول س زائد 1 وهذا الطول بنسى عين حقين كل المولاد مجموعهم 7 10 يساوي كام في كام 2
5 10 في 1. لما تجمع دول بتساوي كام؟ بعد الجمع لما تجمعهم يساوي 7، تجمعهم يساوي 11. فاهمين؟ هدول 2 5. آسف على خط اللعوي اللي أنا كاتبه ده. 12 مجموعهم 8 12 بتساوي كام في كام؟ 3 في 4 2 في 6 12 في 1. ده جمعه يساوي 7، ده جمعه يساوي 8، ده جمعه يساوي 13. مجموعهم 8 في 6. بما إن المجموع موجب فالصغير هو السالب، يعني سالب 20. مش هي بتساوي 4 في 5 10 في 2 هكمل بالسالب، و20 في 1. مش المجموع ده أقوى من صفر يعني موجب، يعني السالب هو الأصغر العدد الصغير. تمام. سالب 4 في 5 بيساوي سالب 20، مجموعهم بواحد، وهنا مجموعهم ب8، وهنا مجموعهم 20 ونص 19. وعايز مجموعهم بواحد سالب 4 و5 سالب 4 5 يبقى سالب 15. مجموعهم 15. هنا حصل مجموعهم سالب 15، المجموع أصغر من صفر سالب، يعني كم هو اللي سالب 5 في 3 أو سالب 15.